السلام عليكم، معكم لي سافور دو كاري. نقول لكم مرحبا بكم كامل. راكم تحوسوا على الوصفه تاع مربى الفلفل الاحمر اللي هو لا بيوري بيمون روج ولا بوافرون روج. فوالا وشنو ماشي حاره، هذه راهي حلوه. عندنا شويه فلفل احمر، شريتو غسلتو ونحيلو كامل الزريعه ديالو، وهذوك العروق اللي يجيو لداخل نقوه مليح مليح. يعني شلوه بالماء عدة مرات. ماشي تشلوه تشليله وحده وخلاص، لا لا، ديروه في اليان تاع الماء وشللوه وعاودوه حتى يروحوا له هذوك الميكروبات اللي يكونوا فيه. ومام هذيك الزريعه نحيوها ما تخليوهاش. فوالا شوفوا كيفاش راني نقي فيه كامل، نقيه ونحطه في كسكاس. وبلا ما ننسى نرحب بالمشتركين جدد، نقول لكم مرحبا بكم. ما تنساوش فعلوا الجرس وديروا ابوني هكذا باش كل ما نحط حاجه جديده رايحه تلحقكم الشعار ديالهم. فوالا نروحوا للفلفل، حطيناه في الكسكس ونقطعوه طريفات صغار بدا باش كي نفوروه راح بالخف يدخل له طياب. اذا عجبكم لا فيديو ما تنساوش ديروا جيم والبارطاج هكذا باش تعم الفائده على الجميع. وهذا المربى تاع الفلفل رايحه تلقاوها بزاف في وصفات، يعني في المرقه كي تكون حمراء يعني في تختوخه ولا شطيطحه راكم رايحين تلقاوها رايحه تعطيكم وتشباب الطنجره تاعكم. بعد ما قطعناه درناه في قدره وكسكاس ونخليهم يفوروا يعني حتى يدخلهم الطياب. فوالا شوفوا هنا بعد ما طابوا يعني يدخلهم هذاك الطياب، واش نديروهم في الطاس تاع البغا ميكسور ونرحيوهم، يعني نميكسيوهم مليح مليح حتى نتحصلوا على بيوري. على سميناها لا بيوري باسكو نميكسيوها. فوالا ديروها وما ديروش الماء، ديروها غير وحده هكذا باش تجينا يعني عاقده. اغتنموا الفرصه مادام راه كاين فلفل احمر اشروه وطيبوه هكذايا وديروه وخبوه، راح يشد لكم حتى العام. يعني تخبيو دي بواط في الكونجيلاتور كل ما تسحقوا تجبدوا. سورتو لا طيبتوا الجوازات بالمرقه حمراء راكم رايحين تتحصلوا على واحد المرقه تجي بزاف شابه. فوالا شوفوا بعد ما رحيناه رايحين نديروه في لي بواط. وشنو تسناو حتى يبرد. انا درتو هكذا في ريسيبيون محلول وخليته هكذا في جهه حتى برد لي تماما ونحطوه في لي بواط. شوفوا كيفاش تحصلنا عليه، هنا مازال سخون. فوالا قلت لكم حتى يبرد وديروه في لي بواط. هنا بعد ما برد لي جبت لي بواط اللي يدخلوا الكونجيلاتور ونبدا نعمر فيهم. اذا جربتوا هاد الوصفه البنات ابعتوا لي في الانستغرام ولا في الجروب تاع فيسبوك اللي هو لي سافور دو كاري، هكذا نتبادلوا الوصفات في هذاك الجروب. نتوما تحطوا وانا نحط ونستفادوا مع بعضنا. فوالا نغلق عليهم ونحطوهم كما قلت لكم في الكونجيلاتور. توجور ديروا بواطه صغيره اللي طيبوا بها حطوها في الفريجيدير هكذا تحصلوا على اون بيغي لاباس بها وتاع الدار، يعني ما راهيش من برا. يعني كي ديروا حاجه تاع الدار تكونوا ضامنين صحتكم. فوالا لحقنا نهايه الفيديو، نقول لكم بقيتكم سلامه.